أهلا بكم وحلقة جديدة من كتف قانون. ليلة سوداء أمس على النادي الأهلي. أمس النادي الأهلي خسر من بيراميدز 2-0 بلا هوية بلا شخصية، وبيراميدز يكشف سلبيات و... وكل شيء في النادي الأهلي من سلبيات، وكل شيء يعني حصل من اللعيبة وكشف من لعيبة النادي الأهلي. النادي الاهلي ما قدمش حاجه امبارح، لا هتيجي تقول لي لا مدرب ولا هتقول لي اي حاجه تاني او اي تفسير تاني. لعيبه الاهلي على اي فتره من فترات النادي الاهلي ممكن يلعب بدون مدرب. امبارح الاهلي ما لعبش كوره ولا يعني قدر يدافع عن لقبه. اللعيبه ما قدرتش ان هي تقدر ان هي تدافع عن النادي الاهلي. استحواذ تام من بيراميدز على الكوره والباص والضغط والبصير، كله مظبوط من بيراميدز. كان بيلعبوا بثقه عاليه جدا وكانوا يعني رجليهم كانت شايلاهم. انما لعيبه الاهلي مفيش حد كان بيلعب كوره، كله كان بيجري بس مش عارف بيعمل ايه. اشرف بن شرقي الشوط الاولاني مفيش كوره، كوره كانت تطلع يعني 15 يعني 100 اوت. امبارح الكوره كانت بتطلع بره. باصات مفيش، باصات مفيش، حد لقى التاني. خطوط كلها متباعده. الاهلي ما قدمش شيء، كله يتكلم عن ريبيرو. احنا عارفين ان ريبيرو اصلا الاهلي لو كان كسب او خسر ريبيرو كده كده ماشي. ده من كاس العالم واحنا عارفين. فاحنا عندنا ان الاهلي في مدرب تاني جديد هنقوله الحلقه القادمه ان شاء الله. هنشوف المدرب وده كشفوا عنه من المدرب الجديد. لكن احنا بنتكلم عن اللعيبه. لعيبه مفيش هويه ولا شخصيه. انت عندك لو مفيش مدرب في النادي الاهلي بينزلوا بدون مدرب بيلعبوا كوره وبيكسبوا كل حاجه. لكن الاهلي مفيش اي شيء يعني يستحوذ على الكوره، مفيش استحواذ، مفيش اي شيء خالص. فالاهلي ما جاش امبارح بصراحه. الاهلي ما جاش امبارح. احنا عندنا اللعيبه التشكيل بتاعها، عندنا تريزيجيه، عندنا بن رمضان، عندنا زيزو، عندنا اشرف داري، عندنا بيكام. يعني لعيبه تقيله، لعيبه تقيله. اللعيبه ديت يعني المفروض بدون مدرب ان هم يلعبوا كوره. لكن انا الفتره ديت انا مش شايف خالص ان في كوره في النادي الاهلي. هل في مشكله في اوضه اللبس؟ هل مشكله بين اللعيبه ان هي في تعاقدات، ان هي كل واحد عاوز يزود التعاقد بتاعه والتجديد بتاعه ويزود زي شايف زيزو ولا تريزيجيه ولا بن رمضان عاوز يزود زي امام عاشور؟ فمن الملاحظ او اللي احنا شفناه ان الاهلي بدون امام عاشور، بدون مروان عطيه، بدون وسام، وسام، الثلاثه مقصرين في الاهلي جامد. لكن الاهلي ما بيقفش على لعيب ولا اتنين لعيبه ولا ثلاث لعيبه. ايه اللي بيحصل؟ مفيش، يعني تحس ان بين لعيبه الاهلي مفيش في حلقه منفصله، في مشكله حاصله، مفيش تفاهم، مفيش ربط بين اللاعبين. وده كان برضو من احدى اسباب خساره الاهلي امبارح. تحس ان بيراميدز نازله عارفه بتعمل ايه. اللعيب واقف، حتى ان هم ما جم غيروا اخر يعني اخر كام في بيراميدز، اخر 10 دقايق ولا ربع ساعه غير الفرقه، ما غيرش. ساب ال 11 لعيب لما غيرهم في الاخر خالص. آه فالاهلي الاهلي يعني عاوز حلول سريعه. عاوز محمود الخطيب يقعد مع اللعيبه، يقعد يفهم اللعيبه. في حلقه مفقوده، لا تعالى واقعدوا ونشوف في طبيب نفسي يقعد مع اللعيبه في تفاهم في حاجات معينه. فلازم ان الاهلي يرجع تاني بشخصيته وشخصيه اللاعبين وشخصيه النادي الاهلي، يرجع تاني ويلعب عشان خاطر الجماهير.